ملخص كتاب حول العالم في 200 يوم لأنيس منصور. كتاب حول العالم في 200 يوم هو كتاب سياحي وأدبي يروي تجربة السفر التي قام بها الأديب أنيس منصور، حيث يستعرض فيه رحلته إلى الكثير من الدول حول العالم. يجمع الكتاب بين الوصف الدقيق والمشاهدات والانطباعات الشخصية. 1. الفكرة الرئيسية: ينقل أنيس منصور تفاصيل رحلته إلى دول مختلفة مع التركيز على الثقافات والطقوس والتقاليد والمشاهدات اليومية. يسعى من خلال الكتاب إلى إظهار التنوع الإنساني والثقافي. 2. محتوى الكتاب: الرحلة. يتجول أنيس منصور في دول كثيرة مثل الهند واليابان وأستراليا ودول أمريكا اللاتينية. الثقافات والتقاليد: يقدم وصفاً دقيقاً لعادات الناس وطقوسهم مع إبراز ما يميز كل شعب. المشاهدات الطبيعية: يصف المناظر الطبيعية بأسلوب يثير خيال القارئ. المفارقات والطرائف: يستعرض مواقف طريفة وغريبة وقعت أثناء الرحلة. 3. الأسلوب: يستخدم أنيس منصور لغة سلسة ومبتكرة مع طابع فكاهي ومرح يضيف متعة إلى السرد. يجمع بين الوصف الشعري والتحليل العقلاني للثقافات. 4. أهمية الكتاب: يعتبر مرجعاً للمهتمين بالثقافات والسفر. يظهر أن السفر يوسع الآفاق ويعلم الإنسان قيمة التنوع. 5. النقد: أشاد النقاد بأسلوبه المبتكر ووصفه الدقيق. انتقد بعض النقاد تركيزه الزائد على المفارقات والطرائف أحياناً. الخلاصة: حول العالم في 200 يوم هو رحلة ممتعة في أرجاء العالم، تلهم القارئ للتفكير في قيمة الثقافة والسفر. الكتاب يعتبر تجربة غنية تجمع بين الوصف الطبيعي والثقافي مع تفاصيل تثير الفضول وتشجع على الاستكشاف.